اليوم سنبدأ بشيء مذهل بحضور أكثر من 80,000 متفرج. اسمعوا الرقم 80,000. لا هي مباراة على كأس العالم ولا هي مباراة على نهائي بطولة أفريقيا. 80,000 حضروا في ملعب 5 جويلية في العاصمة الجزائر ليتابعوا لقاء المنتخبين الجزائري الأولمبي مع شقيقه الفلسطيني. المباراة تبع عمار علي وردود الفعل عليها من قلب الحدث رفقة مراسلنا رفيق مخوش. يا دوال جروحي فلسطيني عراسه السطوحي يا رايتنا لوحي فلسطيني. عندما تقف الكلمات على أطراف اللسان ولا يمكنها المرور فاعلموا إن الصورة أكبر من الأحرف ونقاطها، ونقطة على رأس السطر كتبتها الجزائر آلاف المرات قبل يومنا هذا، وهي الآن تعيد نطقها من جديد. نذوب حبا في ترابك يا فلسطين. فلسطيني العز والكرم فلسطيني. في المطار وعلى الاستقبال كانوا مئات، وفي أرض الحدث تبسمروا آلافا مؤلفة. ولو وسعت المدرجات مليونا لما تأخروا في الحضور، ففلسطين في دارها وليست ضيفا أبدا. وهذا نشيدها يغنى من المحاربين أنفسهم. المباراة وإن كانت ودية تحضيرية للطرفين، خصوصا فلسطين التي مزجت بين الأولمبي وبين منتخبها الأول الذي تنتظره التصفيات الثنائية المؤهلة لآسيا وكأس العالم، فإن المباراة عرفت طعم القوة بين الأخوين، حيث أهدر الفدائيون كما غير قليل من الأهداف أمام المرمى تسيدها اسم كان سجينا في سراديب الاحتلال، واليوم وحر طليق يمتعنا بكرة القدم. سامح مراعبة أهدر بالأول وأصلح الأمور بالثاني، وثاني وثالث ورابع وخامس. أتحداكم أن تجدوا ردة فعل كهذه والهدف في مرمى الجزائر وجمهورها يهتف للمسجل. انتهى دور الفدائيين وحل بيننا المحاربون في تقديم أنفسهم كمنتخب وصل إلى ريو دي جانيرو في نهائيات كأس العالم للمنتخبات الأولمبية، حيث أعطونا دروسا وفنا صحراويا، إلا أن الحظ لم يحالفنا لنرى هدفا قد يفرح له الفلسطينيون، مثلما صار العكس بالبصمة الفائتة. ولا فائت ولا خاسر، فهذه اللقطات ستبقى عالقة في أذهان الطرفين ما دامت فلسطين في قلوبنا. عمار علي، صدى الملاعب. فلسطيني يا فخر العروب.